وفاة ابن جورج وسوف بعد تعرضه لنزيف في المستشفى. توفي منذ قليل وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف، وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف. وفي وقت سابق كشف الصحفي اللبناني عادل سامية تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان جورج وسوف، وكتب على تويتر: كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليا بحالة حرجة في المستشفى. يا رب محنة وتمر ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل. وعلق نيشان: قلب حزين يا رب اشفي يا رب. بينما علق المغني اللبناني عامر زيان: والله يعادل كل الليل وانا افكر فيه واصلي له من اطيب الشباب، وديع يا رب يقوم بالسلامة. وطلبت النجمة إليسا التبرع بالدم لنجل الفنان جورج وسوف. وكشف موقع إيتي بالعربي ان المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذا وعلى ما يبدو دخل المستشفى لاجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات ما استدعى طلب وحدات دم له. وكان اخر ظهور للفنان جورج وسوف اثناء حضوره حفل تريو نايت في الرياض ليلة رأس السنة، وتلقى دعما كبيرا من النجوم والنجمات على رأسهم أنغام وإليسا. استنونا في اخبار جديدة، ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة.